السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى امور تكون كلها مزيان. اللي باقي ما اشتركش في القناه يشارك فيها، واللي عنده شي تساؤل ولا شي استفسار يخليه لنا في لي كومونتير. اليوم غادي نشوفوا واحد السيد تواصل معنا، قال لك انا خدام بصالير 6000 درهم. المهم قال لك هو عازب عنده 27 سنه، كيبغي يجمع ما كيلقى ما يجمع. المهم المصاريف ديالو عنده الماكله 500 درهم، الانترنت 200 درهم، القهوه والكارو الله يعفو 1200 درهم، الوالدين ما بين 1000 و 1500 درهم، الصدقه كل مره وشنو، الكراء 800 درهم، اللبس والى مرض مثلا 1000 درهم. قال لك ما كنعرفش نجمع، غير كيجي الاخر ديال الشهر كنلقى عندي 200 درهم. شي طريقه عافاكم نبقى نجمع، مع العلم انني ناوي نتزوج؟ وشكرا. غادي نخليكم دابا مع التحليل، ولا عندكم شي استفسار ولا شي تعقيب كتبوه لنا في لي كومونتير باش نعرفوا وجهه النظر ديالكم. اول حاجه نقدر ننصح بها هذا الاخ هذا، يعني من ناحيه الكرا تقريبا 800 درهم على 6000 درهم ديال الصالير، تقريبا كاري بسومه مزيانه. يعني الكرا عنده 800 درهم راه مناسب جدا. جاني اللبس شويه بزاف، يعني الا كان الكرا هو كيخسر في الشهر 800 درهم، جاتني اللبس والصحه قال لك كيخسر 1000 درهم في الشهر، جاتني شويه كثيره. اعتقد انه جو بونس با كيخسر 1000 درهم كيشري لبسه جديده كل شهر. 1000 درهم جاتني شويه بزاف على اللباس. يعني هذه القضيه ديال اللباس انا في نظري ضروري خصو يحيدها، يدير بيدجي ديال اللباس، ولكن 1000 درهم بزاف. 100 درهم يدير 200 درهم يجمعها، ومره يشري شي حاجه بياسه جديده. ولكن 1000 درهم كل شهر هذه راه اغلى من الكرا، يعني كيخسر في اللباس اكثر من الكرا راه بزاف. عنده الوالدين كيعطيهم 1000 و 1500 درهم، هذه لا نقاش فيها. الا كانوا الوالدين محتاجين الله ييسر ليه والله يرضي عليه كيف ما كنقولوا. القهوه والكارو بالنسبه لي 1200 درهم حتى هي راه ما مشوش كثيره بزاف، اكثر من الكرا. يعني كيخسر على القهوه والكارو 30% حتى 40% اكثر من الكرا، سكي بزاف. انا بالنسبه لي ضروري نقص من القهوه والكارو ضروري. يعني الا كنقولوا الكارو مهم لانه يعني نقولوا اونتر بارونتيز بلي ما يدير واحد البيدجي ديال واحد 1000 درهم ويبدا عاوتاني 800 درهم ويبقى غادي وكيهبط، تيدير واحد القهوه مينيموم، واحد البيدجي مينيموم. والقهوه لا ميم شوز. القهوه انا بالنسبه لي يدير مره في السيمانه، 2 مرات في السيمانه. 1200 درهم صافي ديال انه كل نهار عنده قهوه ولا فواغ بلوس، وعاد عنده الكارو هذاك بلا حساب. ضروري خصو يخدم على هذا البيدجي هذا ديال القهوه والكارو، علما انه باغي يتزوج. يعني الا كان باغي يتزوج، انا بالنسبه لي القهوه والكارو خصو اليمينيوم هادو بجوج. يعني انا بالنسبه لي خصو يخدم على راسو، يبدا ينقص من هذا البيدجي هذا ديال القهوه والكارو وفيغ مزيور. يعني دابا نقولوا 1200 درهم، يحاول الشهر الجاي يدير في البيدجي غير 1000 درهم ويحترم داك الشيء. يعني اون فيت خصو يقسم. انا بالنسبه لي الاشخاص بحال هادو اللي ما عندهمش واحد الصوره واضحه للمصاريف ديالهم، خصهم ضروري يقسموا الميزانيه في الاول ديال الشهر. يعني كي 6000 درهم خصو يقسمها، ويعرف ان اون فوا كيوصل الماكسيموم صافي ما خصوش يزيد يخسر في داك الشيء اكثر. الماكله 500 درهم في الشهر بالنسبه لي مناسبه الصراحه، ما عندي ما نقول ليه. والانترنت هي 200 درهم ما عندي ما نقول ليه. يعني بالنسبه لي هاد 6000 درهم لا قدرنا نحيدوا من هذيك القهوه والكارو، نقولوا نهبطوا للنص 700 درهم، نحاولوا نقصوا من هذاك اللباس اللي حتى هو قال لك 1000 درهم، نهبطوا لواحد 300 درهم في الشهر، هي 700 درهم اخرى. يعني فاسيلمون نقدروا نربحوا واحد 1400 حتى 1500 درهم في الشهر. هذه ضروري خصو يحطها دو كوتي، هذه كبدايه. ومن بعد يزيد يخدم على راسو، يقدر يوصل ل 2000 درهم يعني كتوفير. يعني عنده هو كبدايه خصو يخدم على 1500 درهم في الشهر، ويحاول يفيزي 2000 درهم في الشهر. وإن فوا وقف على 2000 درهم يبدا يكون صندوق الطوارئ ديالو اللي هو تقريبا واحد 4 حتى 5 المليون. إن فوا يكون عنده صندوق الطوارئ، داك الساعه يبدا يفكر ان شاء الله في الزواج، ويبدا يفكر في الانفستيسمون، ويبدا يفكر انه يبدل الخدمه ويزيد في الصالير. ولكن ما حدو ما دارش هاد نقولوا الاساسيات اللي هي صندوق الطوارئ، وما خدمش على المصاريف ديالو اللي هي تكميليه. في نظري انه يزيد يخدم على راسو شويه. كنبغي اولا نشكر السيد اللي دار فينا ثقه وتقاسم معنا المصروف ديال الشهر ديالو كيفاش كيجيغيه على طول الشهر. كنتمنى يعمل به وباش ما يبقاش يدور في نفس الدوامه، لان التخطيط المالي مهم. لان الواحد ما خصوش يشوف غير هذا الوقت، خصو يشوف يكون عنده واحد البعد نظر.
يشوف من هنا 10 سنين، يشوف من هنا 5 سنين، يشوف من هنا عامين، حتى هو ان شاء الله عنده طموح، عنده احلام خصو يحققها، خصو يبني اسره، يكون عنده وليدات ان شاء الله. كيخرجوا لنا شي مرات شي مصاريف ما كنكونوش متوقعينهم، شي حاجه ما كنكونوش كاع دايرينها في البال، لذلك خص الواحد يدير واحد صندوق الطوارئ ويحاول يجمع ما حد، سورتو ما حد هو عازب، هذه فرصه انه يقدر يجمع ويوفر باش ان شاء الله يستثمر، لان الادخار هو الاول وعاد موراه كيجي الاستثمار. تبعوا الصفحه ديالنا، ولا عندكم شي ان شاء الله مازال مواضيع جايين، وشجعونا باللايك وشجعونا بالتعاليق، ونبغيو حتى حنا نعرفوا الراي ديالكم، نعرفوا لا كوميونيتي اللي كتبعنا واش شنو الراي ديالها. ولا بغيتو حتى نتوما تقاسموا معنا المصاريف الشهر ديالكم، الا عندكم زعما شي مشكل كيفاش كتجيريو المصروف ديالكم ديال الشهر، بعثوا لينا في الخاص وان شاء الله نتوفقوا ونحاولوا نحللوا لكم المصروف ديالكم. تهلاو ليا في راسكم والسلام عليكم.